وبركاته. طبعا بداية بشكر أختي الغالية الأستاذة سناء مغازي وكل حبايبي أعضاء جمعية لوتس، وبشكر الأستاذ حبيبي مجدي فلتس وكل أعضاء المنتدى المصري، وباسمي وباسمهم بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. أول حاجة بسيطة كده لمصر، وحاجة بسيطة عن مولد النبوي عن الرسول. اللي مش عارفني، أنا السيد يوسف الغنيمي، رئيس الملتقى الثقافي العربي في ميلانو وعضو اتحاد كتاب مصر. هقول قصيدة من ديواني بحبك. بحبك بحبك بصوت الهمس، بحبك بلون الورد، بحب في باونة بشمس، بحبك في عز البرد، أحبك في لون الطين وأحبك بطعم التوت، بحبك يا نور العين والله بحبك موت. حبك يا بلدي يا مصر غير حب البني آدمين، بحبك طراوة عصر، بحبك ليوم الدين، بحبك في شكل الغيط وأحبك بطعم القمح، وحبك في قلبي غويط صينك وصول الملح، بحبك في مجرى النيل وأحبك في دعوة فجر، بحبك نهار أو ليل وأحبك في ليلة القدر، بحبك في كل السهل وأحبك في كل الصعب، بحبك في قرب الأهل وأحبك في طيبة شعب، أحبك في شكل أذان وأحبك بصوت أجراس، وأحبك مع القرآن وأحبك مع القداس، بحبك في كل أوان، بحبك في أزمة وكرب، بحبك في خير وسلام وأحبك في حالة الحرب، بحبك وده الموضوع وكفاية عد وحصر، بحبك بصوت مسموع، بحبك يا بلدي يا مصر.